الا كنتي اختي واحده من الناس اللي كتحسي براسك تعبانه وفشلانه عند الصيام وما قداش تحركي، وخصوصا هكايا بعد الافطار، واللي كتحسي هكايا بالجوع في النهار ديال الصيام، جبت لك وصفه الطاقه اللي كتحسس بالشبع وكتقيلي النهار كامل وانت نشيطه. زلافه ديال الشعير بلدي اللي كنغسلوها وكنحمروها على شعله اللي كتكون مهيله وكندوزوها في السيار، ومن بعد كنطحنوها حتى كتلين وكنغربلوها. الكرموس كنظفوها حتى هي كنطحنوها في الكاس ديال العطريه مع كاس ديال زيت الزيتون، كندمجوا هاد المكونات وهكا نكونوا حصلنا على وصفه صحيه مشبعه وكتحسسكم هكايا بالطاقه. كذلك بالنسبه للوصفه الثانيه غنحتاجوا فيها كاس ديال الكرموس كيكون منظف، يطرو ديال الحليب، 4 ديال الملاعق ديال الدقيق ديال الشعير على شعله كنخليهم حتى كيبداو يديروا الفقاعات، كنطحنوهم وهكا نكونوا حضرنا تحليه صحيه ومغذيه. وبالنسبه للوصفه الثانيه يمكن لكم تناولوها بالخبز ولا هكايا بالمعلقه، هكايا في سحور 2 ديال المعالق، راه كيحسوا بالشبع وبالطاقه. لهذا احبائي حاولوا تكثروا من الوصفات الصحيه والطبيعيه، بعدوا على الحلاوه والمخبوزات، والفيديو جميع التفاصيل غتلقاوها في اليوتيوب والفيسبوك.